بيحتفلوا أبناء بيروت بآخر 4 من شهر نيسان بأربعة أيوب على شاطئ الرمل البيضاء ببيروت. تعرفوا معنا على ذكرى التاريخية اللي بيمارسوها أبناء المنطقة بكل سنة من هيدا النهار. شاطئ الرمل البيضاء تحتفل كل سنة منذ سنين طويلة، وأنا بتذكر من ستنا يعني ستو لبي خضرج عيتاني يلي هي كانت تحيي هذا اليوم، وكانت تجيب البياتي من المصيدبة. كان من هون للمصيدبة ما في بنا، كانوا البياتي يجوا لهون قبل يومين يركبوا عرازيل مثل هاي خشب ويناموا فيها ويعملوا بطاطا وبيض مسلوق ويبلشوا يطبخوا المفطة. ليش؟ لأنه ليحتفلوا بشفاء النبي أيوب عليه السلام يلي الله ابتلاه واختبره على مرضه اللي كان صعب جدا، اللي ما قدر حدا يتحمله، حتى مرته ما كانت تقدر تتحمل المرض تاعه والامراض والشغلات اللي كانت تصير بجسمه من امراض. خافوا منها، ظهر هو من مدينته وقعد على شط من شواطئ البحر الابيض المتوسط. مشان هيك بنلاقي نحن كل الدول اللي على شاطئ البحر الابيض تحتفل بشفاء النبي ايوب. ولكن نحن إلا ميزه اللبنانيه والبياتي انه الله اكرمنا بمقام للامام الاوزاعي على شط رمل، على اخر شط رمل البيضاء وهي على اول الاوزاعي. لم تثني الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي عم يمر فيها البلد من منع أبناء بيروت على تخليد هالذكرى، ووعد من محافظ بيروت القاضي مروان عبود على منع أي جهة من خصخصة هالشط العام بوجه المواطنين. هذه طريق من طرق المقاومة، انه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وان نضل فرحين بالرغم من المصاعب والمشاكل اللي عم بتهجم على لبنان وعلى بيروت بالخصوص. ولكن اولاد بيروت بضلوا مكملين حياتهم بالرغم من كل شيء. فينا نوعدهم انه هذا الشط بضل هيك ما يتخصخص كرمال يضلوا ينزلوا على هذا التراث الحلو الجميل. نحن اللي مسكر بدنا نفتح له مثل ما النبي أيوب صبر، ولبناني صابر بكل الأوقات وبكل المحن، وبإذن الله بيروت ما بتموت وبيروت رح تطلع. وللمفتقة قصة تانية، خاصة مسابقة أطيب وأكبر صحن مفتقة، فلشو بترمز بهيدا النهار. صبر أيوب، وبنصبر إنه بدنا وقت للحرث ليطلع الساري، وبدنا نطول بالها كتير. هالتقاليد والعادات الراسخة بتراث وتاريخ البيروتيين ثابتة من سنة لسنة رغم كل الظروف اللي ممكن يمر فيها البلد. وكل سنة وانتم بخير. بس بدنا هالكبار ينتبهوا شوي ويروقوا لنا هالوضع.